مساء الخير على أجمل طيور الجنة في حياتي. مساء الورد ومساء العسل على عيون أحلى إخوات في الدنيا. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتعملي إيه يا أم حودة؟ النهاردة بقى عندنا إيه؟ شوية روتين كده وقعدة جميلة جدا جدا هنا في البلكونة كده. يعني قاعدة بس إن أنا إيه؟ قاعدة بقى مش عايزة أقول لكم كده على الصبح كده. او احنا ما كنا عدينا فترة الصبح بصراحة، يعني عشان ايه يكون عدينا فترة الصبح. نعمل ايه بقى يا ام حودة؟ ندلع نفسنا كده النهاردة. احنا طبعا اتفقنا وانت قلت لي نزلي اي حاجة يا ام حودة واحنا معاكي وهنشاهد لك وهنعمل لك كل حاجة، وانا برضو باخد برأيكم اللي تقولوه لي بعمل بيه. ربنا يسعدكم ويخليكم ليا، ودايما كده شمعة منورة جوه بيتي. روحوا لا تتحنوا وتنسعدوا، اللي بيتفرج على فيديوهاتي واللي بيكتب لي كومنتات جميلة واللي بيفرحني، روحوا ربي يفرح قلبكم دنيا واخره. طبعا لسه المشمع محطوط اهو، بس في حته هناك اهي بتنزل تراب جامد برضه. لسه بقى عايزه لها طلعه دي تقفل عليها جامد جامد جامد. قلنا بقى ايه؟ ننضف السور كده اللي بينزل التراب على الشوايه، على الشعله دي واحنا قاعدين بنطبخ كده. عشان النهارده بقى ايه؟ لا ده بالفيديو اللي فات صحيح. انت كده هتدخلي الفيديوهات في بعضها يا ام حودة. ركزي ركزي. اه والله شوية تركيز. اصل الجو النهاردة او الجو اليومين دول صعب. الله وكيل ما الدور اللي عندي ده ما عداش على حد كده بالسهل، ما عداش على حد يعني. كله خد نصيبه والحمد لله، لله الحمد يا رب. نضفنا بقى الحيطة بتاعتنا كده وشلنا العنكبوت عشان بيجيب الفقر. انا اسمع ان العنكبوت دايما بيجيب الفقر. فيا رب الحمد لله، يا رب يبعد عننا الفقر ويبعد عننا دايما العيون المترصده لنا كده. اللهم امين يا رب العالمين. يكفينا ايه شر العيون اللي بيبقى مترصدين للناس، والناس غلابه يعني زي ما بيقولوا كده، كعكه في ايد اليتيم عجب. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله على ما جايب ربنا. إيه نعمل ايه يا ام حوده؟ كانت ستي دايما تقول لي ايه، مش عارفه المثل ده حقيقي ولا المثل ده تضحكوا عليا ولا ايه. تقول لي ايه؟ يا اختي اغسلي وشك ما تعرفيش مين هيبوسه، ونضفي بيتك ما تعرفيش مين هيدوسه. والنبي هو ده صح المثل ده ولا انا مشقلباه؟ والله ما انا عارفه هو متشقلب معايا ولا هو كده صح. اصل كنت بسمعه من زمان يعني. فمش عارفه يعني انا قلت اغسل وشي الصبح بقى واقوم انضف البلكونه كده. لانه التراب فيها زي ما انتم شايفين كده كله على عينك يا تاجر يعني. والله ما عامله حاجه اهو، كله على عينك يا تاجر. لان هي برضو ايا كان لما بنقفلها، حتى لو حطينا ستاير، حتى لو حطينا حاجه برضو مقفلين. اصب لكم الحته دي بصوتها بقى. لا لا مش الحته دي، ده الحته الحته التانية. لان هو دخل ينقر فيا وانا كنت ما انا تعبانه فاتح وايه، بقى لسه. وقلت مش لازم بقى مش لازم الحته دي. انت بتعملي ايه؟ انت يا ست بلعب في السيمه. سيما، انت مش تعبانه؟ انت بتعملي ايه انت؟ طيب انا ده شوفوا التراب نازل مننا عامل ازاي. طب انت بتعملي قفلنا ايه؟ انت المشمع مش ومش تعبانه؟ عارفه بينزل منين التراب ده. انت مش تعبانه؟ ما تريحي روحك. وبعد ما اريح يعني انت عايزه تدنك نايمه تعبانه بقى ونقعد نطبطب عليكم معلش ومش عارف ايه؟ هو في يعني ايه؟ انا ولا نايمه عادي ولا انا شغاله عادي. اعمل ما ايه بقى تريحي دلوقتي؟ نفسك، ما تريحي نفسك عشان تخفي، ومن اللي وبعد كده ما تقومي اعملي كل حاجه. وده والتراب ده انا هعمله. لا مش هينفع. انا عشان اقعد هنا عشان نطبخ اللحم، مش انت جايب لي لحمه انت هتقعدي هنا هتطبخي اللحمه هناك؟ واكل هنا واكل. ليه اللحمه وحشه عليكي؟ ليه مين قال لك اللحمه هو وحشه الدكتور عليا؟ قال لي تعبانه ما تاكلش لحمه. ليه هو قال لك ان انا عندي البتاع ده اللي بيطلع انا في جاي على المعدة قد دي؟ انا والعيال عشان انت تعبانه. هو قال حد قال لك ان انا عندي نقرس؟ عامله حسابك هتاكل منها ولا ايه؟ هو حد قال لك انا عندي بص نقرس؟ بصي صلي على النبي. انا جايب على قد انا والعيال وعارف ان انت تعبانه واللحمه هتتعبك. وليه هتزود عندك البرد. هي اللحمه بتزود البرد؟ امال ايه؟ انا اول مره لا اعرف كده عشان على فكرة. انا اخاف عليك لا عشان ما مش تخافش هتتعبي. ما تخافش. ايه سيبك انت ما دي؟ تخافش. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه ايه دي؟ مش انا غبيط؟ بيت اه الله ايه دي؟ يسامحك. انا عيانه والدكتور قال لي البسي هدوم كتير عشان ما تسقعيش. وعباب كده مش عايزين مناره. روح انت شوف هتعمل مش قال ايه. لك اللحمه وحشه عليكي؟ ما قاليش. قال لي انا بقى، قال لي اوعى تاكلها لحمه. عشان كده انا جايب اللحمه على قد انا والعيال. الدكتور ده ما عدتش تروح له تاني خلاص. هو بمزاجك؟ ليه؟ عدي كده. انت عايز تروح للدكتور اللي انت عايز تروح له، والدكتور اللي انت على مزاجك ما تروحلهوش. عدي كده عدي. لازم نسمع نصيحة الدكتور. أنا خاف عليكي، اللحمة هتضرك. شفتوا اللي بيقول لك اللحمه هتضرك وانت قايبه تعملي ايه؟ وعمال يعمل لنا الصبح كده مش أنت تعبانة وصعبانة عليا؟
وانا خايف عليكي. اول حاجه انت ما رحتش تحلق شنب النجعاوي دي ليه؟ ايه؟ كل ما يروح للحلاق عشان يحلق له الحلاق يرجعه تاني، يقول انا ما بحلقش الرجاله شرابها طه. يا ولادي اعمل فيك ايه؟ امال لو مش تعبانه يعني؟ عشان اشوفه دي امال لو مش تعبانه اول يعني؟ مره اعترف لكم بيه. امال لو مش تعبانه يعني اعمل فيك ايه يعني؟ الحلاق رجعه قال له شنب النجعاوي دي انحرق، مالكش عندي حلاقه تاني. الله يسامحك. ما عدتش تيجي لي عشان تاني مره تقول لي ما تاكليش لحمه، اللحمه قال غلط قال لي يقول لي اللحمه غلط ايه. يلا نكمل بقى حبايب قلبي. الراجل صحيح كل ما يروح يحلق يقول له يا عم انت انا رحت معاه اول ما قلت له خلي بالك يا عم، عارفه كان اسمه ايه كده الشنب النجعاوي اللي قدامك ده الولعه طيرت. قالت لا والله، قلت له قال لي طب ارجع تاني روح لما الشنب بتاعك ده يجي الشنب بتاعك ده يطلع يبقى تعالى. قمنا بقى ايه نروق. بصوا التراب عامل ازاي، زحزحنا بقى ايه حوالين الله كده المعون. انت عارفه جمع التعب ده وحش على فكره والله. هسيب لكم بقى الحته دي كده ايه بصوتها كده. مش عارفه كده على فكره. بصوا الفول الاخضر ده هعمل زي محمود. بص الفول عسل كده على فكره، دي بيطبخ والله يعني، دي واحد بيطبخه كده زي البسله بس بيبقى طعمه ايه بقى حكايه حكايه. والله انا اللي عارفاه. يا بنتي كفايه هتتعبي والله. هو انت مش رحمه نفسك؟ ده انا قلت اما اجربه كده. طب ما جبتيش الحاجه اللي فضيتي ليه عشان ناكل لقمه نفطر على الصبح؟ طيب ما انا قلت هسبقك على ما تيجي ورايا. تسبقيني وتتسلى على الفول. وحش عليكي على فكره. كل حاجه وحشه عليا. هاكل ايه طيب؟ الفول. الفول؟ يلا يا محمود افصل لي وهات طماطمايه. النهارده بقى ايه فطار ملوكي. اعمل زوم على الفول ده يا ولا، اعمل زوم يا ولا هنا عملت عشان طبق الفول دي. اعمل زوم يا ابني ما نشوف اخرة الزوم اللي جابنا ورا ده. ليه بس؟ خد يا ست. هات يا عم. قلبت الفول ما قلبتهوش. اقلبه معاك اهو. اقلبه معاك اهو. وريني بقى الطعميه. طعميه ايه اسكتي ده انت هتشوفيها هتتوهمي. لا والنبي فطير. القرص قد كده اهو. فطير يعني. القرص قد كده اهو. بصي شايفه الطعميه نزل عليها التخفيض. شفت الاغنيه اللي بتقول لك ايه؟ ما بقتش طعميه بقت ترمس. شفت الطعميه؟ بقت ترمس. سقف لنا يا حبيبي. بقت ترمس يا اختي بقت ترمس. ده الترمسيه اكبر منها. كنا بنجيب لكم طب بالذمه احنا كنا مش بنجيب لكم القص قد كده يوم كده ويوم كده اهو. عادت عامله ازاي؟ هات يا ولا هات يا ولا زوم هنا يا ولا. بصوا لا حول ولا قوه الا بالله. على رأي مين؟ على رأي المثل. على رأي المثل صحيح. على رأي المثل. خلاص مشيت. على فكرة النهارده على فكرة الفراخ النهارده كده لسه سألين عليها الكيلو الأبيض ب 85 جنيه. والزغرات هي اللي ما انتش غرمانة على فكرة هتبقوا معانا في الفيديو ده. هنجيب كتاكيت. هنروح نجيب كتاكيت عشان ايه؟ نقول زغرات يا اللي ما انتوش غرمانين. شفتوا بقى الفراخ وكتكوت ب 17 جنيه. صح يا محمد؟ يلا ايه؟ مش بتقولي قلب لي الفول؟ قلبتهولك اهو وانا لازم كل حاجه اقول لك اعملي كذا اعملي كذا؟ وانت مش انت قلت لي قلب وانا قلبت على طول. انا كلمتك قطعت الطماطم؟ انت على طول كده عاملني كبش فدا ليك كده. قطعت الطماطم. خد دي عندك كده وهات لي انا هنا دي. وحش عليك. لا كله وحش عليا على فكره. هتصوم على فكره انا خايف عليكي. هصوم انا بعد كده. انا خايف عليكي. امال اكل ايه؟ انت حر. الفراخ ب 85 النهارده. انا عشان كده جبت لحمه. لحمه ب 230. لحمه ب 230. الناس مش عادت هتاكل لحمه ولا فراخ. لو جايه عيني على جايه على شهر رمضان سبحانك يا رب. لا وفاكرين لحمه الراس اللي انا كنت جايبها لكم هتبقى قد ايه ب 95.
رايحين نجيبها لقيناها ايه؟ 110. ب 110. اهي حصة الصيدة هنا يما، اهي حصة الصيدة هنا يما. على فكرة الشعب المصري كده هيعيا من قلة اللحمة. هناكل فول. حلو، نعمة ورضا. هلاقي النعمة بطبق الفول، بصوا عامل ازاي، بيلب بصوا بيلب ازاي. لا. ايوه انت اتفرجي وانا هاكل. اهو بيلب، هتتفرج اهو. دوقي تيجي ده. نغني اللي بيقول لك ايه، نغني ايه، بيقول لك ايه، بيقول لك الفول. دوقي ده. لا انا مش عايزه ادوق، دوق انت. بيقول لك الفول المصري والخاصر. اتفرج عليك وانا بقى. اتفرج يا محمود. انت عايز تاكل يا محمود؟ اه. يا النبي جعان؟ دي قوتة القلب دي بالنسبة للشعب المصري. لا لا لا، بيقول لك ايه، بيقول لك مسمار. ايوه مسمار القلب. مسمار البطن صح؟ ولا مسمار ايه؟ مسمار القلب. امال دي مسمار ايه؟ مسمار جحا. دي مسمار دي مسمار ايه لما هدي مسمار؟ امال دي ايه، شاكوش؟ بلاش اكل نكمل معاك. بقى فطار ونروح نجيب ايه مع بعض شويه كتاكيت كده، لاننا لو ما جبناش كتاكيت والله هنصيب، ونبقى هيجي علينا رمضان وهناكل فول. وهناكل فول. نعمه وفضل من عند ربنا، بس لازم ايه، المسمار برضه لابد عن المسمار يا حب.